كام ليد محتاجها عشان اسكر ديل. انا مديك دلوقتي 500 ليدز مثلا، صح. انت بتعرف تحقق منهم قد ايه؟ والله شوف، انا قال لي واحد قال لي بتصرف تقريبا بتحصل لك مال 125 ليدز. حلو. من ال 125 لازم 4 يسكرون ده ديلز 4 ده نسبه كبيره جدا. بقيمة 5 مليون. قلت له اوكي. هل انت تعطيني هاي النسبة على حقائق ولا بس كلام في الهواء؟ ما ينفع ده كلام في الاول. كلام في الهواء. وقال لي تصرف 50,000 عشان قلت له تضمن؟ ده ده كلام في الاول. مستحيل. قلت له كيف أصرف 50,000 كذا؟ يعني في شيء. هقول لك ليه. انا راجل بتاع ماركتنج اهو. أوكي. انت لو انت جيت اشتغلت جبت 100 ليد، انت نسبه العقارات ممكن 100 ليد دول اصلا ما يبيعوش بيعه واحده، الا لو كان الاوفر جامد جدا، الا لو كان الوحده ما تتعوضش، الا لو كان في حاجه مهمه. انت الطبيعي عشان تحكم على الكامبين على الاقل يكون عندك ال 200 300 ليدز. نسبه العقارات عامه عشان تبقى عارف من شغل انا مع بروكرز كتير هي. جدا، تبقى نص في المية 1%. يعني حلو. النهارده من كل 100 ليد على الاقل في شخص. بترجع بقى لتيم السيلز نفسه جوه الفريق، ممكن تلاقي في حد فروت راح قام جايب مثلا من 100 2 3 4، بس باقي الفريق استحاله، فما تحسبهاش على الفريق كله، ترجع لفروق فرديه عند بعض الاشخاص. الحاجه التانية بترجع برضو حسب القوه بتاعه العرض نفسه والاوفر.